بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اليوم بإذن الله تعالى سوف نطوف ونجول حول كتاب شعرية الرسالة في الرواية العربية، الكتاب الذي كان يوزع مجانا مع مجلة العربية، والذي صدر عن المجلة العربية بالمملكة العربية السعودية، ومن هنا أرسل لهم شكري وتقديري على ما قاموا به. شعرية الرسالة في الرواية العربية العنوان مكون من عدد من الكلمات. يبدأ العنوان بكلمة الشعرية. كلمة الشعرية كلمة ظهرت بجلاء في بداية القرن الماضي، وحينما أذكر كلمة بجلاء يعني بوضوح أي أنها كانت معروفة قبل ذلك، والدليل أن عبد القاهر الجرجاني تناول الشعرية في كلامه، وحازم القرطاجني أيضا تناول الشعرية في كلامه، وده موضوع كبير هنتكلم عنه أيضا بعد قليل. لماذا الشعرية؟ وهل الشعرية هنا بمعنى الشعر؟ الشعرية هنا ليست بمعنى الشعر، بل هي الشعرية هنا بمعنى البحث في الإبداع الحقيقي عند الكتاب والمبدعين، عند الروائيين، عند الشعراء. هل النثر فيه شعرية؟ نعم، النثر فيه شعرية. إذن كلمة الشعرية هي لم تكن هي التي تعني الشعر، بل هي تعني البحث لإيجاد سبل لتفسير النصوص. متى ظهر ذلك؟ ده سؤال. متى ظهرت الشعرية؟ ظهرت الشعرية حينما أراد الشكليون الروس وضع قانون للخطاب الأدبي ومعرفة الخطاب الأدبي. وحينما نذكر الشكليين الروس يجب أن نذكر معهم فرديناند دي سوسير صاحب الثنائيات التي تحدثنا عنها قبل ذلك، وله نظرية في هذا الأمر. إذن متى بدأت الشعرية في الظهور كمصطلح كنظرية معرفية لمعرفة النصوص، وهي باعتبارها فرعا من فروع المعرفة في تفسير النص، ظهرت مع بدايات القرن الماضي، وتحديدا بقى حتى نكون دقيقين جدا جدا في معرفة هذا المصطلح، ظهر بجلاء في عام 1914 خاصة مع مقالة فيكتور شكلوفسكي، هذا الكاتب الروسي المعروف. هذه المقالة كان عنوانها انبعاث الكلمة، واستطاع بعد هذه المقالة أن يكون ما يسمى بحلقة كبيرة. هذه الحلقة هي حلقة لغوية، وكان رائدها شكلوفسكي. وطبعا في هذا التوقيت كان هناك فرديناند دي سوسير، هذا الرجل الذي ظهرت نظرياته اللغوية. طبعا الحلقة كلها كانت حلقة لغوية، ظهرت نظريته اللغوية في عام 1916. والمقالة أيضا تناولت الشعر المستقبلي، والشعر المستقبلي تحدث عنه فيكتور شكلوفسكي في هذه الحلقة اللغوية التي تكونت مع مجموعة كبيرة من المبدعين الروس، وخاصة رومان جاكوبسون وعدد لا بأس به من الكتاب الروس. إذن هنا يعني في هذه العجالة وفي المقدمة الخاصة بكتاب شعرية الرسالة في الرواية العربية ذكرنا بعض المصطلحات، أهمها طبعا المصطلح الرئيسي وهو الشعرية لابوتك. لابد أن نبحث عن هذا المصطلح، نعرف من أين جاء هذا المصطلح، ولماذا نستخدم الشعرية الآن. نستخدم الشعرية الآن، أو ظهرت الشعرية مع بدايات القرن الماضي نظرا لعجز البلاغة القديمة عن مسيرة النصوص وعن تفسير النصوص. لم يعد بوسعنا الآن إذا أردنا أن نفسر نصا من النصوص نقول هذه استعارة، هذه كناية، هذا مجاز، كل ما هو يخص البلاغة
القديمة، سواء علم المعاني أو علم البديع أو علم البيان، أصبح شيئا من الماضي. لماذا؟ لأن هناك دراسات استحدثت ونصوص احتاجت إلى مناهج أخرى غير المناهج القديمة، فظهرت الشعرية باعتبارها فرع من فروع المعرفة لتفسير النصوص. إذن الشعرية هي فرع من فروع المعرفة لتفسير النصوص، وده الذي برضو الذي ظهر معادلا لكلمة الأدبية، أي أنني حينما أبحث في نص من النصوص الإبداعية أبحث عن الأدبية في هذا النص، يعني الإبداع الحقيقي في هذا النص. كيف أبدع الكاتب في هذا العمل؟ كيف أبدع الكاتب في الرواية؟ يبقى هناك نقاط بعينها أبدع فيها الكاتب، سواء كان في رسم المكان أو في رسم الشخصيات أو في الزمان أو في المكان أو ما يسمى بالزمكانية، ذلك المصطلح الذي يعني دشنه ميخائيل باختين في سنة 1938. هذا المصطلح عاش كثيرا معنا، تعلمنا منه كثير، ولابد وأن نقر بشيء مهم جدا، وهو أن مصطلح الزمكانية كان يعني طريقة لدراسات عديدة. وكلمة زمكانية يعني ربط الزمان بالمكان. أنا شخصيا عملت في كتاب لي ضخم عنوان شعرية الفضاء الروائي، شعرية الفضاء في الرواية العربية، وده كان كتاب درسته كتبته عن جمال غيطاني وعن مجموعة من الأدباء والكتاب. درست الشعرية في الفضاء، يعني الفضاء يعني المكان الواسع ده. أنا في غرفة مكتبي، هنا في فضاء، في مكتبة، في مكتب، في كرسي. المكتب والكرسي والأباجور والحاجات دي كلها، كل الأشياء التي هي حولي هي أماكن بداخل الفضاء الواسع، زي بالظبط الأقمار والنجوم والكواكب دي في فضاء واسع. هي أجسام صغيرة في فضاء واسع. لما أقول لك ما علاقة الفضاء بالمكان، هي علاقة، يعني العلاقة هنا هي علاقة الكل بالجزء، والعكس صحيح، علاقة المكان بالفضاء هي علاقة الجزء بالكل. ده عن الشعرية وعن بعض المصطلحات. لا ننسى أننا ذكرنا بعض الأسماء نحفظهم كويس. رومان جاكوبسون، ذكرنا فيكتور شكلوفسكي هذا الكاتب المعروف، ذكرنا أيضا من الكتاب العرب حازم القرطاجني وعبد القاهر الجرجاني، ولا ننسى يعني منهاج البلاغاء لحازم القرطاجني، هذا الكتاب العظيم. وأيضا لا ننسى نظرية النظم عند مين؟ عند عبد القاهر الجرجاني، هذا الكاتب الموسوعي العربي الذي يعني أخذ يعني فكرته اللي هي فكرة النظم والعلاقة بين اللفظ والمعنى، أخذت معظم فكر معاصري عبد القاهر الجرجاني وما جاء بعده أو من جاء بعده من الكتاب والمثقفين. يبقى احنا عندنا تواريخ بنحفظها 1914، ده يعني ده التاريخ اللي نشر فيه فيكتور شكلوفسكي المقالة الشهيرة التي هي بالفعل دشنت للشعرية في هذا التوقيت تحديدا 1914. طب 1916 ده التاريخ الحقيقي لبداية نظرية فرديناند دي سوسير، هذا الرجل الذي يعني قدم الكثير للحلقات اللغوية. إذا كانت هناك حلقة أولى في روسيا وحلقة ثانية أيضا في روسيا هنتكلم عنها بعد. ده طبعا المقدمة، وإحنا يعني ده باختصار شديد حول الشعرية ودور الشعرية في تفسير النص، بحكم أن الشعرية أصبحت فرعا من فروع المعرفة وأبحث في النص. عشان كده لما بتكلم مع طلاب بقول لهم البلاغة اللي درستوها في الثانوية العامة لقد تخطينا هذا الأمر، لم نعد بحاجة إلى أن نذكر أن هذا المصطلح أو هذه العبارة تشبيه أو كناية أو مجاز. لا، تخطينا هذه المرحلة. يبقى بعد أن عجزت البلاغة القديمة عن تفسير النصوص أصبحت هناك يعني سبل أخرى لتفسير النص، منها الشعرية، منها الأدبية، منها التفكيكية، البنيوية، المناهج العصرية التي في عصر الحداثة وما بعد الحداثة، عصر ما بعد الحداثة الذي نحياه الآن. الفصول الكتاب احنا طبعا قسمنا الفصول
الكتاب ل5 فصول تقريبا. واحنا خلصنا طبعا الكتاب كله زي ما انتم عارفين. هو كتاب صغير زي ما شبهته لكم بالظبط كده، كتاب مثل قطعة الشوكولاتة. الفصل الأول عنوانه رسائل المحبة والسلام ولقاء الحضارات في زهرة العمر للأستاذ توفيق الحكيم. يعني لما أقول لك زهرة العمر، سؤال بسيط، هذه الرواية من هو كاتبها؟ هو توفيق الحكيم. طيب ما الذي ضمنته هذه الرواية؟ ضمنت مجموعة ضخمة من الرسائل التي كان يرد فيها توفيق الحكيم على رسائل صديقي الفرنسي أندري جيد. هذا الصديق الفرنسي كان صديقا لتوفيق الحكيم في فرنسا، وعاش معا فترة طويلة حتى بعد أن عاد توفيق الحكيم من فرنسا. وانتم عارفين في بداية القرن الماضي وما سبقه، يعني من 30 سنة كمان، كان هناك يعني عرب، وكان هناك مصريون كثيرون سافروا مثل رفاعة الطهطاوي، علي مبارك، وطه حسين، وتوفيق الحكيم، ومحمد حسين هيكل، الدكتور حسين هيكل. وده اللي احنا شفناه في رسالة زينب اللي هنتكلم عنها بعد شوية. يبقى توفيق الحكيم له رواية تسمى بزهرة العمر. كل هذه الرواية ما هي إلا رسائل يرد فيها توفيق الحكيم على صديقه أندري جيد. السؤال هنا، هل الكتاب يشمل الروايات التي بها رسائل متبادلة؟ نعم، يشمل رسائل متبادلة، ولكن أيضا الكتاب يشمل روايات هي بأكملها رسائل. يبقى من أجل ذلك نفرق بين شيئين، وده سؤال موضع امتحان. هناك ما يسمى بالرواية الرسائلية والرسالة الروائية، وده أمر وضحته فيما سبق. ماذا يقصد بقول الرواية الرسائلية؟ الرواية الرسائلية أي أن هناك رواية بها رسائل متبادلة بين شخصين، كما رأينا عند وسيم الأعرج في طوق الياسمين، وكما رأينا في عدد من الروايات الكبيرة التي قمنا بدراستها. طبعا هذا الكتاب فيه الرسائل العربية وبعض الرسائل الأجنبية. طبعا شفنا رسالة فرانز كافكا لوالده، وحديث فرانز كافكا هذا الكاتب المتشائم لمحبوبته ميلينا، وكيف أن والده كان سببا في تشاؤمه طوال حياته. وللعلم أن هذه الرسالة التي أرسلها فرانز كافكا إلى والده لم يقرأها والده على الإطلاق، ولكن أراد فرانز كافكا أن يخرج الكبت الذي كان بداخله والذي كان سببا في آلامه وتشاؤمه، وجاء ذلك من خلال حديثه مع محبوبته ميلي. نعود إلى الفصل الأول، زهرة العمر توفيق الحكيم، رسائل متبادلة بين الاثنين. أقول لك سؤالا، ما موضوع هذه الرسائل؟ موضوع هذه الرسائل هو الأدب والعلم والثقافة والفن. كان توفيق الحكيم حينما يرد على صديقي أندري جيد كان وكأنه يلقي محاضرة في الأدب وفي التاريخ وفي الجغرافيا وفي الشعر وفي النثر. كان توفيق الحكيم يقصد أن يعلم هذا الفرنسي التاريخ العربي العظيم. وأنا قلت قبل كده في بعض المحاضرات أن هذه الرواية وهذه الرسائل لم يحذف منها توفيق الحكيم شيئا على الإطلاق. أراد أن تخرج بهذا الشكل بطبيعتها دون إضافة أو دون حذف. يعني أقول لك ما موضوع الرسائل؟ الرسائل في الأدب، في الفكر، في الثقافة، في الإبداع. أراد توفيق الحكيم أن يرسل رسائل مهمة جدا لصديقي أندري جيد. طرحت سؤال وهو الرواية الرسائلية. دي رواية رسائلية، رسائل متبادلة بين توفيق الحكيم وصديق أندري جيد. طيب ماذا عن الرسالة الروائية؟
الرسالة الروائية تحمل معنيين وتحمل دلالتين. الدلالة الأولى عبارة يعني الرسالة الروائية أي أن رقم واحد بقى، أي أن أي رسالة أيا كانت هي بحكم الجنس الأدبي هي رسالة. أي عمل أدبي ما هو إلا رسالة. القصيدة التي يكتبها الشاعر هي رسالة. العمل الذي يقدمه الفيلسوف هو رسالة. إذا الدلالة الأولى للجنس الأدبي ده اللي قدامنا أن أي عمل أدبي رسالة. طيب والدلالة الأخرى لما أقول لك الرسالة الروائية، أي أن هناك رسالة من هذه الرواية يجب أن نعرفها ويجب أن نتتبعها ويجب أن نعرف المقصود منها بالضبط. يبقى عندنا الرواية الرسائلية فهمناها رسائل متبادلة. الرسالة الروائية لها دلالتان. الدلالة اللي اتكلمنا عنها. الدلالة الثانية أي أن العمل بأكمله رسالة. وده شفناه مع مين؟ شفناه عند جمال الغيطاني في رواية رسالة في الصبابة والوجه، وحديثه مع تلك الفتاة الجميلة الإيرانية التي صادفها هناك وأخذها. يعني دايما الكتاب والمبدعين بنلاقيهم يأخذون فتيات حسنوات للعزف على هذا الوتر حتى يشتاق المتلقي للقراءة ويشتاق للمعرفة. حتى كان في العصر الجاهلي لما كان الشاعر بيبدأ قصيدته كان بيبدأها بالبكاء على الأطلال، يعني يبكي على بقايا الديار المهدمة، ديار محبوبته يعني. طيب يبقى إذن الرسالة الروائية يعني الرواية كلها رسالة. الدلالة الأخرى إن أي جنس أدبي سواء كان رسالة أو أي شيء هو رسالة. طيب نعود إلى الرسالة. هل الرسالة فن؟ نعم الرسالة فن، وظهر منذ القرن الثاني الهجري. وهناك طبعا دلائل كثيرة على هذا الأمر. ده باختصار عن الفصل الأول. احنا طبعا في العجالة، في هذه العجالة يعني لن يعني نصل إلى أكثر من نصف ساعة حتى نركز ونبدأ نعيد قراءة ما قمنا به. رحلة الصبابة والوجد وفكر الحضارة عند جمال الغيطاني. من لا يعرف جمال الغيطاني لابد أن يعرف أن هذا الرجل كان يحاول بقدر المستطاع إثبات أن الحضارة القديمة، الحضارة العربية العظيمة، لها أثرها سواء كان على العربي أو غير العربي. هناك من يتقول على العلماء العرب ويقول إن الحضارة العربية قامت على أكتاف غير العرب. من الذي يستطيع أن يرد على هذا الكلام؟ هو الأديب الكاتب. جمال الغيطاني كتب أشياء في هذا الأمر، ولكن إذا أردنا أن نرد على من يتقول بأن الحضارة العربية قامت على أكتاف غير العرب نقول لهم إن الحضارة العربية قامت على أكتاف العرب وغير العرب. هم يقصدون بغير العرب من؟ يقصدون الذين دخلوا في دين الله أفواجا من الفرس والموالي وهؤلاء الأقوام. حينما نقول نعم الفرس قدموا كثيرا للأمة العربية. لما أقول لك مثلا بشار بن برد ليس عربيا، كان فارسيا. وهو الذي قال إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما. وبشار بن برد أيضا هو الذي قال في جاريته في البيت حتى تفهم هذا الكلام ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها 10 دجاجات وديك حاسن الصوت. وطبعا قيل ما الذي تقول يا بشار؟ قال إن هذين البيتين عند جاريتي أفضل من قفا نبكي عندك أنت. طبعا هذه قصة كبيرة. الشاهد هنا أن بشار يكتب باللغة العربية وهو فارسي. طيب عندنا الزمخشري كان فارسيا. عندنا ابن سينا ابن رشد لم يكونوا عربا بل قدموا الكثير للأمة العربية والكتابات. طيب عندنا صفوة كبيرة من يعني مثلا لما أقول لك سيبويه ده أول من ألف كتابا في النحو وسماه الكتاب، وده ليس عربيا بل فارسيا.
طيب عندنا عدد كبير من الفرس الذين أثروا الثقافة العربية. نعم، قامت على أكتاف هؤلاء الحضارة العربية، ولكن السؤال هنا هو بأي لغة كتب هؤلاء؟ وعلامة استفهام. لقد كتب هؤلاء باللغة العربية والتي هي لغة العرب. إذن الفضل يعود إلى هذه اللغة العظيمة التي هي لغة العرب، أي أنهم لم تقم لهم قائمة إلا باللغة العربية، لم يعرفهم أحد إلا باللغة العربية، كانوا يبكون ويضحكون باللغة العربية. إذن الفضل لهذه اللغة التي هي لغة العرب. ليس ذلك فحسب، بل قال أحد أحبارهم وهو صاحب كتاب فقه اللغة والسير العربية أبو منصور الثعالبي، ده رجل من الفرس، هو الذي قال في توطئة هذا الكتاب. ماذا قال؟ قال هذا الرجل: أما بعد حمد الله، فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب رسوله العربي، ومن أحب رسوله العربي أحب الأمة العربية، ومن أحب الأمة العربية أحب اللغة العربية، ومن أحب اللغة العربية داوم عليها وتعلمها. من الذي قال هذا الكلام؟ هو أحد أحبارهم وأحد كتابهم أبو منصور الثعلبي الكاتب الفارسي. هنا نريد أن نذكر يعني جزئية مهمة جدا، وأن الحضارات لا تتصارع على الإطلاق، لا تتصارع، ليست هناك صراع بين الحضارة الفارسية والحضارة العربية، بل هناك تكامل بين الحضارة الفارسية والحضارة العربية. والدليل على ذلك حينما ترجم كتاب كليلة ودمنة والذي ترجمه ابن المقفع، يعني انتقل هذا الكتاب من الهند الذي كتبه بيدبة الفيلسوف الهندي المعروف، نقل من الهند إلى الفارسية عن طريق طبيب كسرى أنوشيروان، ونقل من الفارسية إلى العربية عن طريق عبد الله بن المقفع، ونسب إليه كمان. الحضارات تسلم إلى بعضها البعض. هذا ما فعله جمال الغيطاني في هذه الرسائل، رسالة في الصباوة والوجد. أراد جمال الغيطاني أن يربط بين الحضارة الفارسية والحضارة العربية من خلال هذه الفتاة التي وجدها والتي التقى بها في هذا المؤتمر. ده خلاصة ما ذكره جمال الغيطاني في رسائله. الفصل الثاني: شهادة الرسالة ورحلة الأمل المؤلم. رواية زينب. احنا عارفين رواية زينب مين اللي كتبها؟ الدكتور محمد حسين هيكل، هذا الرجل الذي سافر إلى فرنسا وكتب هذه الرواية وهو في فرنسا. الشاهد هنا الرسالة. حامد البطل كان يرسل رسائله إلى ابنة عمه عزيزة. لماذا؟ لأنها عزيزة كان يريد أن يتزوجها، ولكنه لم ينجح في ذلك، وأراد أن يتزوج من زينب الفتاة الفلاحة، ولكنه لم يفلح في ذلك. فبدأ في حالة من الضيق والضجر، فبدأ يرسل رسائل إلى محبوبته عزيزة، ولكنه لم يفلح في ذلك. طبعا الموضوع ده كبير قوي وتكلمنا فيه قبل كده، وقلنا إن الدكتور محمد حسين هيكل كان متأثرا تأثيرا كبيرا بجان جاك روسو من خلال عمله جولي أو هولوز الجديدة، وأيضا جان جاك روسو كان متأثرا بالتراث الديني القديم. يبقى احنا نعرف جولي أو هولوز الجديدة كانت رواية لجان جاك روسو. أسألك عليها، من كاتب هذه الرواية؟ عندنا زينب للدكتور هيكل. موضوعها ايه؟ البطل بتاعها اسمه ايه؟ حامد. والبطلة اسمها ايه؟ زينب. زينب لم تكن تعرف القراءة والكتابة، كانت فلاحة وكانت أجيرة، وده أمر، ودي أصلا سيرة ذاتية للكاتب. هذا الرجل له والده كان عنده اقطاعيات كبيرة، وله عزبة تسمى بعزبة هيكل معروفة عندنا في المنصورة قريبة من الشرقية. الفصل الثالث: شعرية الرسالة وحوار النص عند كمال العياتي. هذه الرواية اللي هي نادي العباقرة الأخيار من الروايات التي هي من أولها إلى آخرها رسالة. زي رواية مين بقى؟ زي رواية عز الدين شكري فشير، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، واللي اتكلمنا عنه كتير. ده له رواية كبيرة اسمها باب الخروج، بتكلم فيها عن الأحداث التي حدثت في مصر منذ عام 2011 وحتى الآن. تنبأ بما حدث في مصر في هذه الرواية، وهي مطبوعة في سنة 2011، وكل شيء كتبه هذا الرجل بالفعل
قد تحقق وقد حدث. الشاهد هنا أن هذه الرواية هي كلها رسالة. وأيضا رواية نادي العباقرة الأخيار لكمال العياد الكاتب التونسي المعروف هي رسالة، وكانت هذه الرسالة إلى أستاذي، وإحنا عارفين بقى بعض المزح التي ذكرها في هذا العمل. وطبعا الأشياء دي كلها تحتاج إلى قراءة وتدقيق في القراءة. أقول لك مثلا اسم الأستاذ الذي أرسل إليه كمال العيادي هذه الرسالة، وهل هي رسالة واحدة أم هما رسالتان في هذا العمل؟ في رسالة كبرى ورسالة صغرى، هناك رسالتان في هذا العمل. في جزئية عندنا في صفحة 71 شهادة المواجهة والمكاشفة والبوح في رسائل الكاتب. في بوح، وهو بوح جاف بيذكر فيها بعض الفضائح سواء ما حدث له في تونس أو في البلاد التي زارها. الفصل الرابع آلام العشق وتداعيات التراث والمعاصرة. آلام العشق وتداعيات التراث في العمل بنلاحظه في جزئيتين. الجزئية الأولى في ذوق الياسمين عند وسيم الأعرج، الرواية ذوق الياسمين، والرسائل المتبادلة بين العشاق، بين مريم والكاتب وبين عيد عشاب والرسائل والأوراق التي تركها لمحبوبته سيلفيا. سيلفيا دي كانت فتاة مسيحية رفض والدها أن يزوجها بعيد. طبعا عيد مات ووالدها مات، وطبعا بتتكلم بقى عما حدث لهما، وأن هناك تربة قد جمعتهما معا، وهي تعلم حق العلم أن عيد عشاب رجل لطيف، رجل بسيط، ولكن تعترف أيضا بأن والدها كان جاحدا وكان غليظ في المعاملة معه. المرأة الكون، المرأة هي الكون عند وسيم الأعرج. طبعا احنا صفحة بس 91 بتلاقي فيه بعض النتائج في الآخر بنعرفها، ويعني ونحاول أن نراجعها أكثر من مرة. الفصل الخامس ألم المستقبل والرسالة في باب الخروج التي تحدثنا عنها منذ قليل. باب الخروج هي رواية لعز الدين شكري فشير، كتبها في عام 2011 وتنبأ فيها بما حدث في مصر حتى الآن. دي كانت عجالة، وإن شاء الله إذا أراد الله إذا كان في العمر بقية هيكون في محاضرة أخرى قريبة بإذن الله تعالى إلى أن نلتقي. أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور عزوز علي إسماعيل.